بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قبل ما نبدأ في الفيديو طبعا هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط اللايك للفيديو ونشوف الفيديو بتاعنا النهاردة هيتكلم عن ايه. النهاردة ان شاء الله معاكم في فيديو جديد. وانتوا عارفين قبل ما اجيب لكم اي فيديو او اي وصفة لازم اكون مجرباها الاول. فانا جايبه لكم النهارده وصفه جامده جدا للهالات السوداء اللي تحت العين، بس حاجه متجربه يعني، وان شاء الله تستفادوا منها كلكم. طيب احنا عارفين طبعا ان الهالات السوداء اللي تحت العين دي بتيجي من مثلا تكون في انيميا في الجسم، او ممكن تكون بسبب السهر، او البص كتير على التليفون، او اي حاجه من دي، فلها اسباب كتير. فاحنا بنشوف السبب بتاعها ايه ان شاء الله ويتعالج باذن الله. عندنا حاجات بقى بالاعشاب ممكن نعالجها بيها، وعندنا حاجات تانية طبية، وهي انبوبة كده ترند ان شاء الله هقول لكم عليها دلوقتي. الفيديو ده مكسر الدنيا والناس كلها بتقول ان هو جايب نتائج هايلة جدا، في ان هم حطوها للهالات السوداء، وكمان لو في حبوب على البشرة بتضيعها بسرعة ان شاء الله. فاحنا هنقول في الاول كده على الاعشاب اللي ممكن نحطها على وشنا او الوصفة الطبيعية، وبعد كده هنقول على الانبوبة اللي هنجيبها ان شاء الله وهيكون فيها الفوائد كلها باذن الله. الوصفه بتاعتنا النهارده ممكن تجيبي شاي اخضر، لو عندك باكيتات شاي اخضر هتاخدي كده باكيتتين شاي اخضر وتحطهم في الفريزر لحد ما يتجمدوا، وبتحطوهم على العين كده لحد ما ايه يعني تاخدي كل الحاجات الفوائد اللي فيهم، وتحسي ان تحت العين كده ارتاح، وبتقومي شايلاهم. دي الوصفه الاولانيه بتاعتنا، ودي الوصفه اللي هي الطبيعيه، انك بتجيبي ورق شاي اخضر. اهم حاجه يكون شاي اخضر، لان الشاي الاخضر حلو قوي للبشره ومهمه جدا للجلد. تاني حاجة معانا النهاردة وهو الأنبوبة اللي مكسرة الدنيا، وهي الأنبوبة دي أنبوبة تروميسين زي ما انتوا شايفين كده اهي. الأنبوبة دي بقى عليها فيديوهات كتير جدا وعليها تعليقات كتير جدا، وطبعا أنا قبل ما أجيبها لكم أو قبل ما أتكلم عنها أنا جربتها الأول. بجد بجد بتشيل اي سمار تحت العين، وكمان لو عندك حبوب بتظهر كده فجأة بتكون هي بتمحيها على طول. بسم الله ما شاء الله على المرهم ده، حلو جدا. في دكتور كده طلع اتكلم عنها، وفي ناس كتير انتقدته وكده وقالت ان هو مش مظبوط. في ناس كتير قوي جربتها، لان احنا عارفين في ناس كتير قوي بتحب تجرب، فاللي جربوا قالوا ان هي ممتازة جدا، وكمان انا جربتها تجربة شخصية، فهاتيها على ضمانتي. لو في هالات سودة، في حبوب في الجلد، في سمار في الجلد، ممكن تحطيها عليه. تمنها مش غالي خالص. تمن الانبوبه دي مش غالي، بس بتحل لنا مشاكل كتير قوي في البشره. تمنها بس 10 جنيه، ما هيش غاليه خالص، على قد الايد يعني، نقدر نجيبها نجربها عادي خالص ان شاء الله. مش هيبقى فيها يعني اي خطوره ولا فيها اي حاجه. هاتيها حتى لو عن طريق التجربه، ممكن تجيبي الانبوبه دي تجربيها، وان شاء الله هتكون بالشفاء باذن الله. لان انا قلت قبل ما اتكلم عن الهالات السوداء لازم اجيب حل جذري. حتى ممكن تعملوا وصفات، والوصفات ما بتجيبش نتيجه خالص. فالانبوبه دي ب10 جنيه بس، وهتحل لنا مشاكل كتير قوي في البشره، زي ما قلت لكم، حبوب البشره، الهالات السوداء، الاسمرار اللي في الجلد. فالناس استخدمتها لكل ده وجابت معاهم نتائج حلوه ان شاء الله. اتمنى طبعا منكم اللي ما اشتركش عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس علشان خاطر يوصلكم مني كل جديد. يا ريت تقولوا لي انكم يعني على الوصفه دي لو نفعت معاكم، تقولوا يعني استفدتوا منها ايه. ولو عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك والاشتراك في القناه، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.